اروح اشتري قطعتين يديني القطعتين ب10 جنيه. طب يلا هنعملها في البيت. نفسنا فيها بقى. هنعملها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملهم بنص كيلو دقيق، 16 قطعة بنص كيلو دقيق. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. اول حاجة هنجيب معانا نص كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق بس يا ريت يكون دقيق مخبوزات. هننزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، وهننزل عليه بمعلقتين كبار لبن بودر، ولو ما عندكيش لبن بودر ممكن تستغني عنه. ومعلقه كبيره من الخميره البيره او الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وهنقلبهم كويس مع بعض. هننزل عليهم بنص كوبايه من الميه، ويا ريت تكون ميه دافيه شويه. حطينا اول نص كوبايه وهننزل بالنص التاني. هنعجن كويس. احتاجنا كمان ربع كوبايه، يعني احنا استخدمنا كوبايه وربع من الميه. بعد ما اتعجنت معانا كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وتاخد معانا الشكل الكويس وتلم، هننزل بمعلقتين كبار من الزيت. خلصت بقى معانا بالشكل ده، طبق معانا مدهون بالزيت. هنسيب العجينه بتاعتنا، بصوا انا بحط صباعي بيغرز، مش العجينه بتاعتنا ما بتلزقش. هنغطيها ونسيبها تخمر لمده نص ساعه عشان احنا في الشتاء. بعد ما خمرت بعد نص ساعه، هنبل ايدينا بله بسيطه من الزيت، ما شاء الله اللهم بارك. هناخد جزء من العجينة ونكوره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بص الدنيا بسيطة خالص ومش هتاخد معاكي وقت كتير، وان شاء الله بإذن الله هتعجب الولاد جدا. يعني اللي هيتعملها هتعجب ولادها جدا. انا بالنسبة لي عجبت ولادي. عملت معانا 16 قطعة زي ما قلنا لكم. هنسيبها بقى تخمر شوية. بعد ما خمرت بعد ربع ساعة، هنجيب كوباية نبلها في الدقيق الظهر بتاع الكوباية، ونحطها في النص زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، عشان نعمل مكان للحشوة بتاعتنا. معانا بقى الحشوات بتاعتنا، معانا جبنة شيدر على جبنة موتزاريلا على زيتون على لانشون، دي الحشوة بتاعتنا. معانا صوص البيتزا انا بعمله بشيله في الفريزر، سهل جدا وبسيط. هتجيبي 3 طماطميات هتنزلي عليهم ببصلايه وسط ومعلقه توم، وتسيبيهم يغلوا على النار. اول ما يتسبكوا اضربيهم في الخلاط، وتنزلي بالتوابل بتاعتك تتبليهم. انا ما بحبش الزعتر. هنحط بقى ايه الجبن بتاعتنا. رودينا واقفه بتساعدني بقى زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها كمان تخمر لمدة 10 دقايق، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف التحتاني. أول ما تاخد لون من تحت هنشغل الشواية على طول. ما بتاخدش بالظبط في الفرن، هي بالظبط 10 دقايق ل 12 دقيقة. ما شاء الله اللهم بارك. طلعت معاكم زي ما بصوا، طلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والطراوة بتاعتها وطرية وجميلة، مش عايزة اقول لكم. ومستوية، وعجبت الولاد جدا والله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الطراوه عامله ازاي وطريه جدا. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. بحبكم.